مازال ما نعرفش نليسي، مازال ما نعرفش كيفاه نحسب، ومازال ما نعرفش كيفاه نخرجها هكا عالية ومتقونة كيما تاعك. السلام عليكم، معكم خديجة من قناة كريستال كيك. أروحوا مع بعض نتعلموا كيفاه نخرجوا ليساج شباب غير بلا شونتي البنات. على بالي بلي راني دايرت لكم فيديو من قبل، بصح معليش نزيد لكم فيديو فان هذا هكا باتولو تعرفوا تخرجوا الليساج يكون لكم ولا التمليس يكون هكا متقون وشباب. وايضا جبت لكم واحد الفكره بسيطه انا كنت معتمدتها من غير ما شاركتهاش معكم، هي هذو لي بواط. كاين بزاف اللي تقولك انا ما عنديش لا بواط اللي ندير فيها كيك عالي كيما هذاك، فنبعثها. جبت لكم هذه الفكره اللي نورمالمون راهي عمليه، وفي اخر الفيديو رايحين تشوفوا كيفاه نخدمها. على ذيك تبعوا معايا كامل الفيديو. خلوني نقول لكم مع الاول لهنايا كنت عمرتها بلاموس شوكولا. لاموس شوكولا راهي في اخر فيديو حطيته هذا الاسبوع، وحشيتها بالكميه تاع الجوز ومعها الشوكولا تاختيني. درت 4 طبقات، يعني لاجينواز خدمت تاع 60 على 40، خدمت 2 ورقات تاع 60 على 40 كبار وقسمتهم على 2. نورمالمون راكم شايفينها ديك تاع 60 ماشي 60 على 40، عفوا تاع 30 على 40. زوج جينواز تاع 30 على 40 وقسمتهم على 2 يعطونا 4 قطع تاع 20 على 30. ان شاء الله هنا تكونوا فهمتوا. درت لكم طبقه تاع موس مع فيها الجوز والكراميل، وهذه طبقه تاع فوغاج تاع الفراز. انا ما نديرش طبقه كامله، ندير غير هكاياك شغل مسحه باه ما تزلجليش، لانه لو كان تخلوا ديك الطبقه تاع الفوغاج في الوسط هكاك راهي رايحه تزلجلكم، سيرتو هادو لي فوغاج تاع لي فخوي. من بعد عمرتها بالكراميل. المهم شفتوني كيفاش خشختها. ومن بعد لهنا شوفوا كيف هذه تكون الشكل تاعها، يعني راح تكون عاليه، سورتو اذا كانت الجينواز عاليه والحشو تاعك بزاف اكيد راح تكون عاليه، وكانت حسب طلب الزبونه. من بعد بديت نغلف الكميه تاع الشونتي لهنايا. ما نكذبش عليكم تديلكم كي تجوا تشوفوا كي شغل تحسوا بلي راهم زوج لي تاخت ماشي تاخت وحده، كما تشوفوا تحسوا بلي وحده فوق وحده، يعني ثم كميه تاع شونتي باين بلي تديلكم قوي، تديلكم حتى ل 450 غرام. فهمتوني البنات؟ تديلكم حتى 450. انا هذه هي طريقتي، دائما نقول لكم نفوت عليها كامل بلا بوش. نقدر نفوت عليها بسباتشول لكن ذراعي يضرني، كنت نخدم دي الخدمه وذراعي كان يضرني قوي. اما انا بديت نعمر غير في لابوش، وهذه الطريقه ساعدتني ندير كرسي وراني نليسي. قلت لكم البنات ذاك المره خدموا بالقعاد، حاولوا تيفيتوا الوقاف راه بزاف واعر على المدى البعيد، يعني درك ما تحسيش بصح منا لقدام يخرجوا فيك بزاف امراض. هنا تجيبوا الكوبات اللي عندكم ولا ليساج اللي تبغوا تخدموا به. انايا هذه هي طريقتي، نخدم بهذه الكوبات. نحس كي شغل تعطيني الزاويه القائمه، كون فاهمين شغل ماشي السطح الفوقاني، يعني هذوك الجوانب يكونوا كيف كيف، يعني ما يكونوش مايلين. نخدم بها كي نعرف بلي سويتها مليح ونشوف وين خاصها كامل ندير لها. من بعد نروح نجيب الليساج اللي عندي ولا نخدم ديك المسطره ولا بلاكارت فيزيت ولا اللي عندكم البنات. المهم حاجه ملساء تليسوا بها، ما يهمش الادوات، المهم النتيجه اللي تعطيها لكم. انا هذه المسطره من نهار اللي اكتشفتها ما عاودتش يعني ما عاودتش تخليت عليها وما نستغناش عليها. ونشفى مره حوست عليها حسبتها توضر تقريبا هبلت، يعني حبست كاع الخدمه قعدت غير نحوس عليها. ما قري عندي ادوات واحده اخرين ولكن ما نستغناش عليها. شوفوا هذه بلاصه هنا كانت طبقه رقيقه، بقيت نعاود لها شويه. على ذي قلت لكم لازم تكون عندكم كميه تاع شونتي يعني مليحه، مزيدت لكم شويه. ونبدا نليسي هكا بالمسطره. راهي يعني راهي نافعه البنات تاع الصح، راهي مفيده. ننصحكم انا كنصيحه من عندي اشروها. اللي هنا ما كنت رايحه ندير زوايا الحاده، يعني في الكوانات هذو كنت رايحه نديرها مدوره. كم تشوفوا راني ندور في الكوان، مانيش نديرو زاويه حاده كيما الاخرين. نبقاو غير هكا البنات نليسو ونعاودو حتى تتحصلوا على النتيجه اللي نتوما ترضيكم وترضي الزبائن تاعكم. انا ما اكذبش عليكم، انا دائما التمليس يشدني من 20 دقيقه وروح، احيانا حتى نص ساعه، ونقعد معه من نقعد معه نعطيله وقته الكامل. نزرب فيهم بصح نكون هنا نعطي لها وقتها الكامل وما نتقلقش بان نتحصل على نتيجه مرضيه. وشفتوني ضرب كانوا كاين واحد الفقاعات في الوسط تخبطوهم خبطه خفيفه شغل تخرجوا منهم الهواء، ومن بعد تكملوا ليساج تاعكم. ومن بعد جيت انا للسطح لهنايا كي نكمل كامل مع الجوانب البنات نروحوا للسطح
نبداو نحو في الزائد ونمسحو داك سباتول في بول واحد اخر، ولا تنحو في داك الزائد، يعني ما تخلوهش في سباتول، يعني ما ترجعوهش هكايا. شوف كي تخرجوا كما مليح. تبغوا تزيدوا شويه، تبغوا تزيدوا عليها معليش، نورمال زيدوا كيما انا دائما قلت لكم. نبقى غير نخدم ونعاود حتى تحصل على نتيجه مليحه. والمسطره تقدروا تنحوا بها الزوائد من الفوق كيما لهنا. شوفوا كيف ندير، راني نحيت بها شغل هذه تزيد لك في درجه الاتقان. راكم تشوفوا لهنا الفيديو راهو مسرع، مانيش قاصه منه البنات، صح سرعته ولكن ما قصيت لكمش منه، بغيتكم تشوفوا مليح. من بعد رحت جبت هذه لادوي اللي عندي، هذه قلت لكم البنات ما فيهاش الرقم، راني دائما نخدم بها، تجي شغل مايله بصح تخدم لكم اشكال بزاف شابين. انا تعجبني صراحه دائما نخدم بها، يعني مانيش نبدل هذا الشكل. تقريبا عندي واحد زوج ولا ثلاثه نخدم بهم غير هما، والاغلب هذه قاوي. هنا تبداو تضغطوا وتخرجوا. كاين اللي قالت لي انا هذو ما يحكمونيش من الفوق، ما يحكمولكش لانكم نتوما دائما داين واحد الفكره خاطئه باللي كي تولوا تخدموا في لي غوزاس يعني تخلوا الكريمه سايله. هي ما تخليهاش سايله، هي طلعيها ماشي ثقيله وماشي سايله، ومن بعد يعني خلطوا فيها شويه باه تخرجوا لها الفقاعات اللي فيها، باه كي تبداو تخرجوا فيها في ذو الاشكال ما يخرجوكمش مثقبين، يخرجوا هكا ليس. وانا يا الكريمه اللي طلعت منها اللي زايدت خدمت بها، يعني ما خليتها لا جاريه ما عاود طلعت واحده اخرى ولا غير هي عاود خلطت فيها شويه وبديت نخدم. والتحت فانا نديرو اشكال كيما هاك، يعني هذا اختياري راجع لكم، ولكن انا نبغي ندير نقول مادام درت الفوق ندير التحت باه يكون كاين نوعا ما تناسق. وشفتوا هذيك البلاصه اللي راهي هذيك اللي راهي تبان شويه مكشوفه، يعني حاولت معها عيتني خليتها، ولكن نتوما تقدروا تغطوها باي حاجه، تغطوها بالتزيين اللي عندكم ورده ولا اللي عندكم، ولا تخلوا ذاك الجانب يعني من الخلف وين ما يبانش. من بعد جبت هذو لي توبر، هذو اسمهم لي توبر، يتباعوا عند لوازم الحلويات، راهي دير 20,000. تقدروا تخدمهم عند وحده يعني كاين اللي يخدموا حسب الطلب، ومن ذاك تصيبوه في الحوانيت كيما انا عند هذا بن زعميه اللي جاي هنا في شلف البلاد راني نلقاه عنده، ومن ذاك والله ما نصيبهم كامل. الورد هذا الورد اللي راني ندير فيه هذا ورد صغير داير 20 في الورده، هو طبيعي ولكن تاع الجزائر كيما نقولوا حنا لوكال ماهوش تاع الخارج. تاع الخارج راه يدير من 30,000 وطلع. ومن ذاك يلحقوا المناسبات يعني كيما عيد الحب عيد الام هذوك الاعياد تاعهم راح يزيدوا فيهم توصل حتى ل 40,000 الورده. ولكن تاع الخارج تاع الجزائر قادر يبيعها لك 25 30 كي يكونوا مناسبات خاصه ولا، ولكن الحالات العاديه يبيعوها 20,000. يعني بها بهذاك جيب صوفيل هذوك الوردات البيضين اسمهم جيب صوفيل ولا جيب صوفي هكا. قولي حق 10,000 ولا تسمى كومبليت طيح لكم واحد 100,000. لا ماشي 100,000، طيح لكم واحد 70,000. 70,000 وشويه تاع مرجان زينتها. المهم كان تزيين بسيط، هذه كانت خطوبه البنات هكا كان الشكل تاعها في الاخير. خلوني نقول لكم بلي تقريبا كنت صارفه عليها واحد 380 يعني بها بلا بواط تاعها، تما كامل من بعد تبيعوها 500,000 كي تكون هكا بورد طبيعي. لهنايا راني راح نخدم لكم نتوما مادام شفتوني بلي خدمت كيك عالي ديروا في بالكم بلي لازم لابواط تغطيه. كاين اللي يبغي يديها محلوله عادي كيما يبغي هو، كاين اللي لا يحشم يقول لك خدمي لي ان بواط يا لو كان يخلص عليها. ضيفوا هذو لي بواط نلقاهم كيما لهنا، هذه شريتها 78,000. هذوك لي بيك دايرين 20,000. حنا عندنا في واحد السوبيرات منقصين، ولكن في حوانيت واحده اخرين زايدين. كيما هذه لابواط في حانوت واحد اخر كبير عليها شويه لقيتها دير 90,000، يعني كامل طيح لك واحد 100 وشي غير مصروفه. لهنايا كنت قطعت دوك لي بيك شفتوني البنات على حسب العلو والارتفاع اللي راكم تحوسوا عليه باه يغطي لكم الكيك من الفوق. ومن بعد رحت جبت هذو الكوانات شفتوني كيف راني نقطع فيهم، يعني ما تقطعيهاش قاوي حتى تجيك عريضه، قطعيها غير شويه قد ما يدخل هذا البيك. شوفي لهنا كيفاه يدخل فيه. تقدري تستعملي هذو لي بيك، تقدري ايضا تستعملي اعواد الشواء، ولكن انا صراحه نبغي نستعمل هذو لانه نحسهم ممتان ومضمونين. واللي تبغي تنقص على روحها ومطيح لهاش الكلفه اكثر تستعمل اعواد الشواء، دير 2 ولا 3 تحكمهم بالبيستولي وتركبهم. هذه هي. وبدل ما تثقب كيما هكا وتعب روحها تلصقهم فقط بالبيستولي. انا البيستولي كان نحرق لي تماما مانيش نخدم بهذيك الطريقه. سقمتها لهنا شويه بما تجينيش خارجه،
ومن بعد شوفوا البنات كي حطيتها يعني، ومن بعد نروح نبلعها تجي بزاف شابه ومغطيه ومتقونه. الاغلبيه اللي يشوفوها يحسبوها يعني تتباع هكا واجده، كانوا يبحثوا لي يقولوا لي وين تلقاي هذو لي بواط، وقلت لهم راني نخدمهم يعني لي بواط العاليين ما كاش عندنا في الجزائر. ممكن يخدموا لك حسب الطلب، ولكن يخدموا لك غالي، مش راح يخدم لك وحدك. البنات هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون ظريف وخفيف عليكم. ما تنسونيش بالبارطاج والتفاعل والجيم والاشتراك اذا كنتوا جدد، وخلوا لي تعليقات جميلين مثلكم. لكم تهلاو في روحكم، السلام عليكم.